راحوا الحميات ما لقوش لا دكتور ولا لقوا ممرضه تعلق له الجلوكوز. جم عندنا علقنا له الجلوكوز وناس مصورين من الوفد الراجل معانا اللي مضرب وهو متعلق له الجلوكوز متعلق. المهم كلمنا سياده المحافظ كلمهم وبتاع وجاب الجيش كشف على الراجل وعمل على وكمل معاه الموضوع المحاليل. بعد كده واحد تاني جاله اعياء شديد وعنده اصلا كرشه نفس، رحنا وديناه المستشفى العام. هاتوا عربيه وهاتوا هنا. هاتوا هنا. اتصلوا بيا العلم هناك، انا اللي في المجموعه يعني، انا اسمي محمد التمساح عضو اتحاد كتاب مصر وعضو الامانه العامه ادباء مصر في الاقاليم. اتصلوا بيا الولاد لان انا مكبريني يعني وانا اللي ماسك المجموعه، فقالوا لي يا استاذ محمد دينا نقول لامين الشرطه يعمل لنا محضر عشان احنا مديرين عن الطعام. راح قال لنا خدوه وامشوا من هنا. بنكلمه قال يلا يا ولاد باللفظ كده، واخد بالك. قلت لهم طب ما تعملوش اي حاجه يا ولاد، احنا مش بلطجيه ولا تعملوا قلق، انا جاي لكم. رحت متصل بسياده المحافظ تاني قلت له يا فندم حصل كذا كذا، قال لي طب يا محمد تعالى لي. ورحت لسياده المحافظ قلت له يا فندم يوديك كذا كذا، وراح الواد برضه من شويه ما لقاش حد في المستشفى ودلوقتي بيعملوا معانا كذا كذا ومفيش حد في المستشفى وامين الشرطه بيشتمهم ومدير المستشفى نايم فوق. راح قال لي طب بقول لك يا محمد هاجي معاك، ولقيت سياده المحافظ معايا ودخلنا. امين الشرطه اول ما لقى المحافظ جاي راح هربان من المكتب بتاعه. طبعا ده لو واحد ليه حق كان هيهرب ساعتها، وسياده المحافظ شاهد على هروبه. سال عليه قالوا ده مشي. المهم راح المستشفى. المهم بعد ما خلصنا واحنا خارجين فالعيال بيقولوا يا استاذ محمد يرضيك ان هو يعمل معانا كده؟ يرضيك انه يشتمنا بامنا؟ ده احنا شتمنا بامنا وما تكلمناش عشان خاطر. قلت لهم يا اولاد معلش هم خارجين اذا كان واحد يعني واحد شتم وقال كلمه ولا بتاع راح. المهم اتفاجئت بعد ما احنا مشينا وخلاص وطلعنا شدوا معاه كلمتين كده، كلمه منه كلمه منهم، هم مش هم طالعين من الباب يعني كلمه يعني يعتبر يعني كلام عابر كده، وهم طالعين من الباب. بصيت لقيت واحد يجري ورانا نقيب بيقول ان انا من الجيش ما اعرفش من الامن والمخابرات. قال انا عايز معاه 5 دقائق، ده الامين الشرطه بيعيط وتعالوا ردوه ومش عارف ايه وكلام زي كده. قلت له يا عم لا يعيط، لا عيب، انا ما رضيتش ان ابني يعيط، حقي نروح نراضيه. ودخلت مع المكتب، العيال رفضوا وبتاع المشرف، قلت لهم معلش يا عشان خاطر انا واحنا كلنا من بعض ونخش. ودخلت له المكتب فعلا قلت له يا ابني حقك عليا ما تزعلش ما تعيطش، واذا كنا احنا غلطنا ببعض معلش العمليه واحد وما تزعلش احنا فينا غلط، وانت يا ابني ده انت شكلك حتى مش عارف ايه. وقعدت اهزر معاه وبتاع. قال لا، بصيت لقيت بتاع 5 6 ظباط ومعانا شرطه داخلين، لا احنا مش هناخد تسيب حقنا، احنا هناخد حقنا في الاسم. راحوا خدونا من الاسم، خدني نقيب اسمه ايمن وانا مصر وببلغ حضرتك اهو لازم اجيبه. قال لي انا تابع قوات المسلحه مش فاكر قال لي اسمه ايمن ايه بس انا حافظ شكله. قال لي انا معاك وعلى قلته وخلص الموضوع. كلمت سياده المحافظ قال لي يا محمد روح معاهم موضوع يخلص وانا اكلم مدير الامن. مدير الامن كلمني جوه وهم بيضربوني وانا بكلم سياده المحافظ في التليفون بقول يا فندم بيضربوا الولاد اللي معايا وهيجي يضربوني دلوقتي. راح جاي واخد مني التليفون وراح ضاربني والمحافظ على التليفون. خدت بال حضرتك؟ ودخلونا جوه مش قادر انا بكلم حضرتك ومش سامع من وداني. العيال ميت من الضرب موتونا يا فندم، ضرب وموتونا اهانه ويقولوا لنا انتوا يا سوايس لنا عاملين مظاهرات علينا. احنا هنربيكم وهنوريكم الشتيمه من حبها قلبك والشتيمه بقى وبص يا راجل يا كبير يلا مش عارف ايه والشتيمه مش قادر اقول لك. خدت بالك؟ وضرب واهانه واخد بالك. وعايز اقول لحضرتك ان الكلام ده حصل في حدود الجيش، كان جنبي 3 ضباط من الجيش غير العسكري والضرب شغال عليا ومحدش ليهم بعدهم. قول له معايا ضابط الجيش شاهد، في ضابط الجيش شاهد على الضرب. انا مع سيادتك بص ومستعد وانا بطالب بمقابله المشير نفسه اشتكي له من الجيش ومن الشرطه الاثنين، واذا ما خدتش حقي انا هروح وزاره الدفاع وهروح واضرب عن الطعام قدامه بس. مين اللي بيشرب؟ لا ما فيش اي علاقه مش انا بكتب لحضرتك. لا ده واحد لا يا فندم احنا رايحين واحد مضرب عن الطعام كان بيموت مننا عنده هو محمد تمساح مضرب عن الطعام بس وانا مضرب عن الطعام انا كمان ولغايه ما بكلمك وهضرب عن الطعام لغايه لما اموت لغايه لما حقي يجي انا هضرب عن الطعام. العيال خدوهم بالبوكس مشوهم. بنتصل بيهم دلوقتي بيقولوا لنا ميتين. قلت لهم يجوا هنا. ضربوهم تاني جايين ما هربوهم من بره. العيال اتمسكت المضربين معانا الشباب اتصلوا بينا قالوا لهم مرميين عند المحافظه ميتين. قلت لهم هاتوا عربيه وهاتوهم هنا عشان نشوفهم هنا عشان نشوف مضروبين عشان نشوف متبهدلين عشان نشوف. احنا فاكرين الفساد في الكبار، طلع الفساد في امراء الشرطه.